المرة الوحيدة اللي الزمالك له الحق فيها يوم اللاعب يتوفى. يا سبحان الله، أقدار كل مرة الزمالك يتوقف له قط بسبب لاعب فلان، المدرب فلان، اللاعب فلان، المدرب فلان، النادي. لكن المرة دي له الحق، اللاعب يتوفى. قضاء وقدر، والله يرحمه طبعا اللاعب بوبنزا، اللاعب اللي هو كان جاي الزمالك وبعد ما مضى إلكترونيا وهرب. وطبعا الزمالك رفع عليه قضية، والقضية كانت شغالة وكانوا بيطالبوا ب2.5 مليون دولار. بس خلاص بقى الموضوع اتحسم، وقضاء وقدر بقى، وربنا يرحمه إن شاء الله. كمان الزمالك بيخسر، بيفوز 1-0 وبيودع البطولة، يعني بيفوز 1-0 ويودع البطولة، لأن سموحة تعادل مع الجونة ومودرن سبورت تعادل، فبتصعد مودرن سبورت. وكمان أحمد سيد زيزو بيشكي نادي الزمالك وللنائب العام، بلاغ للنائب العام بحمايته داخل نادي الزمالك، بإن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ياخد إقرار، يكتب إقرار على نفسه بحماية أحمد زيزو، ولجنة حقوق الإنسان ومش عارف إيه. أحمد السيد زيزو ده إحنا لسه في ناس باقية على حبك وأهدافك والعيش والملح وما ينفعش لكن أحمد سيد زيزو خلاص وصل لطريق مسدود. حتى التدريبات لا بيحضر تدريبات ولا بيدخل النادي. كمان الزمالك خلاص بيجمع كده اوراقه وهيطلع يشتكي في الفيفا، لان اللاعب متغيب من التدريبات وما بيحضرش، ولسه احنا عندنا 5 6 ماتشات في الدوري، وعندنا ماتش في الكاس، ولازم يكون اللاعب بيحضر معانا. بس اللاعب مش هيحضر، اللاعب بكل الطرق قانونيا كده. طبعا دي بقى شغل الاهلي، بقى شغل الاهلي ايه، روح اعمل كذا. وطبعا اشرف عبد العزيز كمان المحامي، واشرف عبد العزيز ده محامي شاطر جدا، بيعرف يتعامل في الاوراق اللي زي دي. كمان خلاص دخلنا بقى في موضوع التجديدات واللعيبه وخلاص زي ما قلنا بقى ان محمد شريف مع ممدوح عباس، حتى الاداره ما تعرفش، بس هو بيتعاقد كده مع نفسه. كمان بسبب عدم الإقامة، الأهلي معرض لوقف 4 ساعات في مطار القاهرة بسبب الإقامة. طبعا حلوها وسافروا بطيارة خاصة ووصلوا جنوب أفريقيا، ياخدوا راحة وينزل التدريبات بكرة. وكل استعدادات تامة تامة لماتش صن داونز، لقاء الذهاب. وكمان الماتش مش هيبقى في الحر اللي كنا بنشوفه ده الساعة 3 وكده. كل توفيق للنادي الأهلي والنادي بيراميدز في جنوب أفريقيا، وقابلوا في النهائي إن شاء الله. كمان بنشوف بيراميدز بيستعد كمان لأورلاند استعدادات تامة. وكمان بعد بقى نقطة التعادل اللي خدها من الأهلي كده، فالروح معنوية وعندهم روح، عندهم كل حاجة مرتفعة استعدادا لأورلاند بقى وبطولة أفريقيا، ويبقى موسم تاريخي لنادي بيراميدز في حالة حصوله على دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر. يعني عنده البطولات كلها بيشارك فيها. كمان بيفرض مش هيفرض لا في اوباما ولا في اي لاعب من اللعيبه اللي بيقولوا عليها يا تروح الزمالك هتروح الزمالك. مفيش لعيبه من اللعيبه دي كلها رايحه الزمالك ولا حاجه. ده بيراميدز بينافس على الدوري وعلى الكاس وعلى دوري ابطال افريقيا، فممكن تلاقيه في 5 6 بطولات بينافس فيها، كاس مصر والسوبر الافريقي والسوبر المصري. لا بطولات، ولسه كاس الرابطه. فبيراميدز بيستعد استعداد تام للموسم. المدرب يخوف اللعيبه كده بالبلدي، مش مخلي لاعب يخرج عن النص. مش زي الزمالك خرج ومرج وكل واحد بكيفه وكل واحد بمزاجه. ناصر ماهر فين النهارده؟ مش عارفين، مع ان ناصر ماهر خلاص العقوبه ونزل وطلع اعتذر وكده، بس فين النهارده؟ لا هنغيبه الماتش المهم، هنغيبه. الزمالك النهارده لو جاب جونين ولا 3 كان صعد، يعني بفرق الاهداف، لان 3 فرق عندهم 5 نقط، الجونه ومودرن سبورت والزمالك، فصعد مودرن سبورت بفرق الاهداف. لكن وكولر وبيسيو نازل بقى ايه، 2 مهاجمين. طب 2 مهاجمين، انت عندك اللي يرفع لهم كور، عندك يعني لازم الوينجين عشان تلعب ب2 مهاجمين، لازم اللي يكون الوينج اليمين والوينج الشمال مشغلهم، بحيث ان ال2 مهاجمين يلاقوا كور جايه لهم من الجنبين. لا طبعا احمد حسام مش موجود اساسا، باستثناء الكره اللي الحارس حطها في نفسه
هي الكره دي اللي اترفعت وخلاص ما فيش كور تاني. مقعد عبد الله السعيد ليه على الدكه؟ لا، مش هبدا بعبد الله السعيد. والاداره مصممه على بسيري ومصممه انها تكمل. طب الحقوا الكاس، يمكن الكاس يبقى ها شويه عوض جمهور الزمالك عن حاجه. لا، طبعا تخريف في الاداره، تخريف في الجهاز الفني. فين لجنه التخطيط ولا لجنه الكره اللي بيقول عليها؟ مش موجوده. هم اللي جابوه وهم اللي بيستندوا فيه. لكن هنعمل ايه؟ شكرا، واللايك والشير والسلام عليكم.